كابتن رضا، عندي خبر ان محمد مجدي قفشه يعني بيفكر في الرحيل. لا لا لا، مفيش الكلام ده. ال مفيش الكلام ده، لان الراجل مكلمني النهارده وانا قلت له الكلام ده. قلت له لو جاي لك، قال لي يا كابتن مفيش حاجه من الكلام ده، كل ديت اجتهادات. حلو قوي، ده مهم جدا اللي انت بتقوله ده. ايوه، يعني محمد مجدي قفشه مفيش عقود ولا لا الكلام ده، لا ولا عايز ثواني يمشي. بس. هقول لك تواصل بقى. مع حضرتك. ومش ماشي. عايز يمشي من النادي الاهلي، وبيقول لي هي المشكله بس ان الراجل طالب حاجات، واخد بالك، طبعا. وانا بعملها دلوقتي، وهو متفق هو الراجل ان هو لما يعمل الحاجات دي مش هيرجع لمستوى، لا، اما يعمل الحاجات اللي الراجل طالبها منه دي، ان الراجل هيديله في اللي الملعب هي تاني. ايه؟ في حاجات فنيه. حاجات فنيه، ما قاليش بقى. واخد بالك، قال لي انما انا مش هسيب النادي الاهلي، انا بحب حلو النادي أوي. الاهلي جدا. انا كل الكلام اللي بيتقال حواليا ده كله اشاعات. انا اصلا العقد ده كان السنه اللي فاتت. خلي بالك، السنه اللي فاتت لما جم من كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي رفضه، خلاص الموضوع قال لك ما تجددش تاني ولا حد كلمه تاني. بس طيب ده كلام مهم جدا. وعلى لسان محمد مجدي قفشه في اتصال هاتفي مع كابتن رضا عبد العال، انا اللي اتصلت بيه على فكره. ايا كان لا يعني. لا، عشان بس بما ماشي. يرضي الله، لان انا برضو من يومين سمعت برضو زميل اعلامي زي حضرتك كده قال نفس الكلام. واخد بال حضرتك، فانا قلت انا طالع النهارده، فانا اتاكد. طب ده عشان كويس ان انا سالتك. اما انا يعني كنت اقول لك في الاخر. يعني انا كاتبه في الملاحظات. واخد بالك، الراجل متمسك جدا بالنادي الاهلي، والراجل قال لك حتى لو جالي عرض انا مش هسيب النادي الاهلي، لان انا عايز اكمل هنا في النادي الاهلي وانهي حياتي في النادي الاهلي. شغال شغل صحافه ايه؟ الا لو جاله بقى عرض من اوروبا بقى. عاجبني انت كده. إيه؟ شغال شغل صحافه. لا يعني والله جالك الخبر شفته رحت تتاكد من المصدر. مش انت ده. لا ده انت هايل. لا انا بشيد بيك بجد ان انت كده اشتغلت. يعني انت مش شغال في التحليل ومخلص على المحللين كلهم، ده انت عايز تخلص على الصحفيين كمان. لا ما اقدرش، العين عمرها ما تطلع. لا ازاي بقى يا كابتن رضا؟ بس هي المشكله، بس اصل انا الكلام بتاع الاخ الاعلامي نرفزني وضايقني بجد يعني. طب انت الراجل ما بيلعبش، وبعيد الفتره اللي فاتت دي. طب انتوا بتقولوا ليه كده؟ عايزين تخلوا جماهير النادي الاهلي تقلب عليه؟ ما كفايه ان انتوا السنه اللي فاتت الراجل عامل كام اسيست وجايب كام جون، وكان هو هداف اكتر من محمد شريف اللي هو الهداف، وعامل كام اسيست، ورغم كده عمالين تقولوا له ايه وانت من يوم القضيه من يوم القضيه. ايه يا جدعان في ايه؟ هو الراجل بيلعب لوحده؟ ما هو في ناس، ما انا بعمل واحد بيضيع، انا مالي؟ انا مش مطالب ان انا اجيب جون قد ما مطالب ان انا اعمل لك استحواذ كويس قوي واسيستات. فالراجل بيعملها وبيجيب اجوان، ورغم كده بص هي دايما ايه، بيبقى فيه ناس كده صحفيين، مش انت طبعا، لا انا بكلمك بجد والله، عشان ما سلمش عليه، عشان مثلا ما خدش باله منه. بلاش صحفيين. ماشي، ناس في ماشي. صفحات فبتقوم جايه بقى ايه عشان يبوظوا شكله، يقول لك ايه ده هو بس من يوم القضيه. لا، انتوا ما عندكوش فكره. ده هو شال النادي الاهلي فتره جامده وكان ماشي كويس قوي لغايه ما جه كيروش، هو اللي استبعدهم وقعهم نفسيا شويه، وجه موسيماني قام جاي مخلص عليهم مع كمان الصفحات دي. فالصفحات دي هي اللي خلصت على الناس، بس رجعوا يقفوا تاني في شريف لما بينزل بيهدف. قفشه بيعمل شكل. انت دلوقتي اقسم بالله النادي الاهلي بيلعب كوره اللي هي التجاريه، اللي هي اكسب وخلاص، لا فيها متعه ولا فيها اداء ولا فيها شكل ولا فيها يعني انت بس في النهايه بياخد بطولات بيفرح جماهيره. السنه دي بس. عندي فتح يا كابتن رضا، يعني خلاص بيقترب ان هو يكون موجود في الوقرة القطري. اولا هل هو هيفيده فنيا الانتقال للدوري القطري، ولا هو رايح علشان تأمين مستقبله؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، تأثيره على النادي الاهلي، الى جانب ان هل رحيل حمدي فتحي ممكن يخلي النادي الاهلي ما يوافقش على احتراف اليو ديانج؟ انا برضو مستغرب، يعني انا عايز اقول لك ان من احسن مواسم حمدي فتحي السنه دي في النادي الاهلي، والتفريط فيه كده بسهوله وبالمبلغ القليل ده، اعتقد ان في
ايه الان يعلمها مجلس هو الاداره؟ عشان في مشكله يعني في التمويل او الازمه الماليه اللي بتمر بيها كل طب الانديه. استنى، ما انت لو على كده بقى ما تبيع يا ديانج، ما انت بالفتره ماشي، الاخيره. ما هو ممكن يبيع لا دي ما انت الفتره الاخيره هو ديانج اللي هيجيب اكتر ولا حمدي فتحي؟ خلينا صراحه. دلوقتي اليو ديانج. صح. مم. يبقى انت دلوقتي عشان تفك الازمه الماليه ابيع ديانج، واخد بالك، لان هيجيب لي 3 اضعاف حمدي فتحي. مم. ده كان للنادي، ماليش مم. دعوه باللي هو ياخده، واخد مم. بالك. فانت هتفك بقى سواء فلوس الجهاز الفني، مكافآت اللعيبه، كل الكلام ده. مم. فانت مين الاولى، حمدي فتحي ولا ديانج اللي هو؟ تمام. حمدي فتحي جاي له عرض مالي كبير برضه، يعني 3 اضعاف اللي بياخده في النادي الاهلي. يا حبيبي ماشي. يعني حوالي في الموسم هيوصل ل 30 مليون. طيب يعني كام؟ يعني مليون دولار ماشي. في السنه. هو لا ما قليل طبعا. بياخدهمش هنا. لا استنى بس، ماليش دعوه بيه، هو ياخد وما ياخدش، انا بكلمك انا على بكلمك، لا العرض انا بكلمك ده اللي هياخده حمدي فتحي. ماشي، ما انا عارف. والاهلي هياخد كام؟ زيه. يعني هياخد حوالي زيه. كام؟ طيب 3 مليون انا دولار دلوقتي مثلا. ديانج انت طالب فيه كام؟ 4 مليون. لا اكتر. لا 4. كانوا واقفين على 4. والثمانيه اللي سامعينهم والسبعه لا 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 وال10 4. مليون 4. وأنا عايز أقول لحضرتك كان معايا أحمد أبو مسلم الأسبوع اللي فات، وقال لي إن شركة تسويق فرنسية كانت بتسأل على أليو ديانج، وأول لما عرفوا إن الرقم دوت محطوط في أليو ديانج قال لك إحنا مش عايزين، مش هنسوقه بالرقم اللي هو ده. كام؟ 4 مليون يورو. امال بس هو انت واجعين دماغنا لا، و10 سيبك من اللي مليون بيتكتب يا و8 كابتن مليون رضا، سيبك. وريال مدريد بيبص عليه ومش عارف مين بيبص لا عليه. لا، انا بقول لك كل ده انا كده. بقول لك لا مش مساله كده. امال هو ايه؟ سيبك من الكلام، ما تاخدش الكلام على السوشيال ميديا او المواقع يعني. لا لكن انا بقول ده لك ما فيش حاجه رسمي طلعت من النادي الاهلي، كل ده اجتهادات يعني. لكن انا بكلمك ليه على السنه اللي فاتت التأثير لما قال لك الفني. 8 مليون دولار النادي الاهلي قال لك 8 مليون مين دولار؟ اللي قال؟ النادي الاهلي ما قالش، ما فيش امال مين اللي حاجه قال؟ رسمي ما طلعتش. لكن خليني اكلمك على التأثير الفني. مش هيفرق، مفيش حد هيفرق. لا حمدي فتحي ولا اليو ديانج. لا. هل النادي الاهلي؟ طيب طبعا خلال الساعات اللي فاتت كل الناس بتتكلم على يوسف أسامة نبيه والانتقادات اللي بيتعرض ليها طبعا أسامة نبيه من جماهير نادي الزمالك، ومقارنة بموقف سيف فاروق جعفر اللي يعني والده أعلن إن هو هيفضل في نادي الزمالك في الفترة اللي جاية. طيب سيف فاروق جعفر عقده كام من كام سنه؟ عقده 1.5 مليون تقريبا. السنه؟ اه. طيب يوسف اسامه نبيه عقده كام؟ 80,000. طب لما الكابتن فاروق يجي يقول لك انا سيف يقعد في النادي لان الفتره اللي جايه هيعلى، ما هيجدد هيعلى، ده بياخد أكيد. 1.5 مليون، او حتى لو خد 1.5 مليون وكده عادي، انما التاني اللي بياخد 80,000. دي رقم واحد. رقم اتنين، انت من السنه اللي فاتت لما اللعيبه دي طلعت وكسرت الدنيا ما مضيتش معاها ليه؟ وكان في استقرار، صح. واخد بطوله وهم جايبين لك بطوله الدوري والكاس. طب ليه؟ ليه ايه؟ ما هو ما بيحبوش الناشئين. الناس اللي كانت موجوده مفكرين الناشئين دي او ولاد النادي دولت مش عايز اقول لفظ بس لا، دول اقل من اي حد. يعني مع ان في ناس تانية بتبقى برضه ولاد النادي بس بياخدوا كل حقوقهم وبيطلبوا اللي هم عايزينه وبيدوهم لهم، ولكن في لعيبه معينه لا، ومش عاجبك امشي انت. من ضمنها يوسف وسيف وسيد نيمار وحسام عبد المجيد، واخد بالك، وحمدي علاء اللي هم طلعوه ده، واسامه فيصل. ما هات الرجاله دي وشوف عقودها ايه. انت الناس دي المفروض ان هم امل النادي، ولو حافظت عليها يعني على الاقل كان هيبقى شكلك كويس، مش هقول لك هتنافس. لا ده بملاليم مهما اديتهم انت. هو انت دلوقتي انت مدي سيف 1.5 مليون، لو جبت كل لعيب من دولت واديته 1.5 مليون بتوع سيف هيقول لك لا. لا طبعا. طيب يبقى الغلط على مين؟ على اللي كانوا ماسكين. انت من السنه اللي فاتت قدامك
بملاليم، يعني انت كلهم ب 10 مليون جنيه، الخمس لعيبه دول ولا الست لعيبه. صح. مين اللي كسبان؟ اللي هو ممكن يبقى نص عقد لعيب انت جايبه وما نص عقد نجحش. ايه؟ نص عقد ايه؟ مم. ده انت جايب 2 مبطلين واخدين 130 ولا 120 مليون جنيه. مم. دافع انت بس للنادي بتاعهم 40 مليون. مم. تعالى بقى هات وشوف ده واخد كام وده واخد كام. مم. واقسم بجلاله الله الاثنين ما يلعبوا مركز شباب. اقسم بالله. وانا عايز اقول اللي جابهم ده، وانت مش شايف السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها ان هم ما بيلعبوش وقاعدين احتياطي؟ وما بيلعبوش الا لما بيكون في ازمه. احمد فتحي مصاب، توريه واخد انذارين، واخد بالك، ولما بيجوا يجاملوه يدوا له اخر 10 دقائق ربع ساعه. اللي جابهم بقى العبقري اللي جابهم نادي الزمالك. يعني انت شايف ان يوسف اسامه نبيه ما غلطش؟ لا طبعا ما غلطش. لا يا جماهير نادي الزمالك ما غلطش. مين قعد معاه؟ قول لي. انت بتقول لي عقده 80,000، يقعدوا معاه ويقولوا له مثلا انت هتاخد 1.5 مليون، حد يطلع يقول الكلام ده؟ ان احنا قعدنا معاه وقلنا له 1.5 مليون وهو رفض، يبقى في الحاله دي ازعل منه. لان انت سويته بسيف فاروق جعفر. صح؟ هي دي امكانيات لعيبه نادي الزمالك الفتره دي. الراجل مش هيقول لك لا، انما مين قعد معاه؟ هي كلام بس، ولا انتوا بقى ايه بتسيبوا الاصل وتروحوا تدوروا بقى اصل هو سابنا اصل؟ ده انت في ناس الفتره اللي فاتت دي لما كان ما بيلعبش ويجي ينزل يلعب وما بيجيبش جوان او يبقى كويس، كانت ناس تقول لك ايه ده فافي، ده لازم يمشي، ايه اللي ده ما يستاهلش فنادي. مش كانت في ناس بتقول الكلام ده؟ اشمعنى دلوقتي لما راح نادي تاني بقى خاين وبقى عميل؟ طب مين اللي قعد معاه؟ ما تقعد معاه واعرض عليه وبعد كده اطلع قول انا عرضت عليه قد كده، عرضت عليه قد كده وهو رفض. حصل الكلام ده؟ هو طبعا يعني بعد ما تم التوقيع وبعد ما الولد خلص فقال لك بقى كانوا فين هم بقى؟ قال لك لا استنى قال لك احنا عرضنا عليه 1.5 مليون، وقال له واتقال له رجع الفلوس اللي انت خدتها واحنا هندبر لك الفلوس وتبقى موجود في النادي. هيقعد مع مين دلوقتي؟ مين المسؤول اللي يقعد معاه دلوقتي؟ طيب هو ايه اللي بس خلينا نروح لنمبر 1. لاعب من المعارين يحتاجه الزمالك الموسم اللي جاي. اوباما، حمدي علاء، محمود علاء. حمدي علاء. لاعب من المعارين يحتاجه الاهلي الموسم اللي جاي. كريم نيدفيد، مصطفى ميسي، عمار حمدي. 3. واحد، اختار واحد. ميسي. افضل لاعب في الزمالك المباريات الاخيره. شلبي، منسي، حاتم سكر. مصطفى شلبي ويجي بعديه حاتم سكر. افضل لاعب في الاهلي تحت قياده كولر. بيرستاو، محمد هاني، مروان عطيه. بيرستاو. افضل محترف عربي هذا الموسم. حمرون، الجلاصي. انا عارف طبعا انت هتختار مين. طب ولا رفيق كابو. طب انا هختار مين؟ الجلاصي. طيب ده الجلاصي ده يلعب اهلي وزمالك وهو حاطط رجل على رجل. افضل محترف اجنبي هذا الموسم. مابولولو، اوكلي، بلاتي توريه. لا ما بقولوا له عشان راجل هداف. افضل مدرب اجنبي للزمالك في الالفيه. كابرال، فيريرا، فنجاله. كابرال. اهم لاعبي الزمالك من جيلك. انا طبعا عارف انت هتختار مين. اسماعيل يوسف. 3 طبعا. طبعا هم ال3 جامدين جدا جدا. اختار واحد بقى. 3. اختار واحد. 1. 3. اختار واحد برضو 3. اشرف قاسم ربنا يشفيه. يا رب. اشرف قاسم هو طبعا الكابتن جمال والكابتن اسماعيل والكابتن اشرف. هم ال3 انا معاك طبعا ال3 بس اشرف جداً. كان يعني برنس. لا يعني هو بيمر بظروف صعبه وربنا يشفيه يا رب لا وهو كان لعيب طبعا. يعني. ال3 بس انا اكتر واحد كان بيخليني يطمنك. لا بيخليني نجم هو كان اشرف فعلا. طبعا بمجرد ما بيستلم الكوره كان يدور عليا. بيقعد يشقى في نص الملعب بسببك. ماشي بيشقى عشان حرام عليك. لا هقول لك انت احنا بنتكلم بما يرضي الله. جمال عبد الحميد اللي كان بيترجم الكرة كل ده
زي الفل. نسيت الاتنين دول. لا لا اللي هقول لك إن بيحرك، انت نسيت عصام بهيج. لا اللي بيحركني، اللي كان بيحركني هو اشرف قاسم. بمجرد ما بيمسك الكوره بيحطها لك زي ما الكتاب بيقول، فانت كنت بتبدا تعمل شغلك لان الكوره بتجيلك سالكه مسلكه مخلصه، يعني ما كنت بتعمل انت فيها كنت مجهود. بتخلص اي حاجه يا كابتن رضا. حبيبي ربنا يخليك. ربنا عايزين بس يخليك. قبل انت هتختم ولا اه يعني انا بقالي فتره في مصطفى محمد يا جدعان عامل موقف عظيم موقف محترم طبعا. ولازم كله يشيد بيه، كل طبعا. الاستوديوهات لازم تشيد بيه، ولازم ندعمه طبعا. ولازم نقف جنبه. طبعا. يعني في ناس بتعدي لا الراجل ده عامل حاجه للاسلام وللشباب المصري وللشباب دي العربي. حقيقة. فلازم كلنا ندعمه، يعني ما نسيبش طبعا. الموضوع كده، لا لازم ندعمه بجد، دي لان في حقيقة. قلق عليه هناك على فكره. مم. فاحنا لما حتى السفاره تتدخل في الموضوع ده، تتدخل لان احنا مسلمين يعني. تمام. حاجه تانية عايز تقولها؟ ما خلاص وقفش، خلاص خلصنا. بشكرك كابتن رضا، ودايما بتنورنا وتشرفنا. حبيبي يا اسلام ما تحرمش منك.